بعد حضرتك يا ما اتعلمنا مع بعض ازاي اقدر اعمل الجداول الخاصه بالبايب سكادول واطلع اهم حاجه عندنا الماتيريال، ايه الماتيريال اللي هستخدمها، القطر اللي انا هستخدمه، الطول كامل اللي انا هجيبه، والكوانتيتي الموجود عندي واليونت الموجود عندي. يعني انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال الشيلد ووتر ريتيرن انا محتاج منه 91 متر، اقدر اقسم مثلا على الماسوره بتيجي 6 متر، اقدر اجيب انا محتاج عدد قد إيه. ممكن اجيب من هنا كده النمبر اوف بايبس مثلا واقسم ده على 6 متر، اعرف انا محتاج كام ماسوره عندي في الجزء ده، والموضوع ابسط من البساطه. هنخش على الجزء الثاني المهم جدا يا باشمهندسين برضه عندنا، اللي هو موضوع البايب فيتنج. ازاي اقدر احسب البايب فيتنج الموجود عندي، الحاجات دي كلها، الالبو والكلام ده كله. لسه طبعا الاكسسوارز كل واحده. فهاجي من هنا يا باشمهندسين رايت كليك، هقول له نيو سكادول، هضغط على حرف البي بالشكل ده، هلاقي حاجه اسمها بايب فيتنج. هديله الترقيم بتاعنا وليكن 1110 بالشكل ده، واقول له من هنا وليكن هبدا في الاتش في بي بالشكل اللي قدامنا ده، بايب فيتنج بالشكل ده، واقول له اوكي. هيبدا ينزل لي الجدول عندي. اول حاجه زي ما احنا متعودين هتضيف من هنا حاجه اسمها السيستم الموجود عندي، والسيستم تايب، والفاميلي اند تايب بالشكل ده اهو. يبقى انا كده هبص عندي ادي السيستم اتش في بي، ادي السيستم تايب نوعه ايه سواء كان ريتيرن او سبلاي، وادي الفيتنج نفسها اللي احنا ايه الموجود عندنا. طيب باشمهندس هلاحظ هنا الاتش في بي والدرينج وكل حاجه، انا عايز فقط للجدول ده للجزء الخاص بالايه الاتش في بي. اجي هنا على فلتر، اجي من هنا على السيستم، واقدر اختار من هنا ايكوال تو، واختار اتش في بي بالشكل اللي قدامنا ده كده اهو، بالشكل ده اهو. وبعد كده عايز ابدا افصل، يعني عايز اخلي الريتيرن لوحده والسبلاي لوحده. فنروح على الجزء الثالث عندنا اللي هو السورتنج، احنا خلاص الحاجات دي عمالين نكررها. فهاجي هنا على السيستم تايب، هقول له اعمل لي فاصل ما بين كل واحد والتاني. فالراجل عمل لي ادي الريتيرن لوحده، السبلاي لوحده، الهيدروليك لوحده، ايه الريفريجرنت لوحده موجود عندنا بالشكل ده. وادي الايه، وادي الفيتنج الموجود عندي في كل سيستم موجود عندي من دول. طيب فاضل عندي اهم حاجات زي ما احنا قلنا من هنا، عايز اضيف الماتيريال والديامتر واللينس، الثلاث حاجات المهمين دول. هاجي افتح من هنا يا باشمهندسين عشان اضيف الخانه، وليكن على سبيل المثال الماتيريال. هاجي اقول له تعالى ضيف لي الماتيريال اهو، ضيف لي مثلا الماتيريال. هلاقي الراجل مش قاري اي ماتيريال، يبقى دي اول حاجتين عندنا برضو الراجل مش فاهمها. طب ضيف الدايمتر، هلاقي اصلا مفيش دايمتر. طب ضيف اللينس، تعالوا نبص على اللينس كده اهو من هنا كده. تعالوا نضيف اللينس مثلا على سبيل المثال، برضو نفس الكلام، ادي برضو مش قاري اي حاجه خاصه باللينس. طب هنعمل ايه يا باشمهندسين؟ اول حاجه انا هعمل بارامترز، 3 بارامتر خاصه بالفيتنج عندي. هروح من قائمه مانج شيرد بارامتر، هعمل جروب جديد من هنا، اقول له نيو جروب واسميه بايب فيتنج بالشكل ده، بايب فيتنج بالشكل ده. هضيف في الجروب ده الثلاث حاجات اللي احنا لسه بنقول عليهم. اول حاجه الماتيريال، بس خد بالك من طريقه الكتابه، خليها ايه كلها كابيتال مثلا، واختار كومن، واختار التايب بتاعها تكست، هنفهم ليه مع بعض تكست. هعمل واحده جديده برضو دايمتر، برضو نفس الكلام تكست. واخر حاجه عندنا اللينس، وطبعا اللينس هيكون التايب بتاعه لينس عادي خالص جدا بالشكل ده. طيب انا كده ضفت البارامتر، عايز افهمه دول خاصين بايه. هاجي هنا على البروجكت بارامتر، هقول له اد، اخدهم بالترتيب كده يا باشمهندسين. اول حاجه من هنا كده الدايمتر، واقول له ده خاص بالبايب فيتنج، اضغط على حرف البي، ادي البايب فيتنج بالشكل ده ماشي. ادي الدايمتر اد. بعد كده اختار الجزء الثاني اللي بعده، احنا قلنا هنضيف ايه تاني من البايب فيتنج، ادي اللينس، وده حرف البي، اختار البايب فيتنج بالشكل ده ماشي تمام. اد الشيرد بارامتر، الجزء الثالث عندنا اللي هو الماتيريال، وده كده حرف البي، ده كده بايب فيتنج. عشان لما اجي على التيبل ده هنا كده هو خلاص فهم ان دول خاصين بهنا. فاجي من هنا اقدر اضيف بقى الماتيريال اهي الكابيتال كلها، الديامتر من هنا كده اهي، ادي اللينس. بس هنيجي نبص هنلاقي ان انا ما عملتش اي حاجه، هي كلها فاضيه زي ما هي، مفيش فيها اي شيء اهو زي ما حضرتك شايفه كلها فاضيه. طب عايز تعمل ايه؟ عايز اضيف انا اسم الماتيريال، وانا عاملها تكست عشان اضيف مانيوال. يعني على سبيل المثال ده خاص الماتيريال بتاعه ده عباره عن ستيل كربون، فهاجي اكتب من هنا ستيل كربون. طبعا حضرتك بتهزر يعني ان انا افضل امشي على كل واحد من دول ابدا اعرفهم لوحدها، يبقى ان حضرتك بتهزر. طب هتعمل ايه؟ اخش اعمل البارامتر دي عن طريق الداينامو، وهنا جالنا فكره استخدام موضوع الداينامو من هنا بقى عشان ينجز علينا شغلنا. دي خد بالك افهم افهم الفكره، عشان لو عندك اي بارامتر ايا كان تقدر ايه تعملها بمنتهى السهوله. هعمل من هنا نيو، واعمل لها فايل، اسيفها الاول كده عشان ما انساش.
في البروجكت فايل بتاعتنا اللي هو ادي فايلز لايبراري داينامو، انا اسف فايلز ادي الداينامو سكريبت، ده خاص بالام اي بي بالشكل ده. هقول له من هنا كده اسميه بايب كده، بايب فيتنج، بايب فيتنج نسميه مثلا بايب فيتنج بارامترز مثلا على سبيل المثال، بايب فيتنج بارامترز، واقول له سيف. ابدا بقى اشتغل. تعالوا نفهم، تعالوا بقى مع بعض كده نفهم الموضوع. انت عايز تعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بمنتهى السهوله عايز احدد الحاجات اللي اسمها فيتنج. هشوف كل الفيتنج اللي عندي في مشروع، انا اسف. عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الفيتنج الموجود عندي زي الالبو التي الكروس ايا كان، كل الفيتنج الموجود عندي بالشكل ده. عايز اجيب كل الفيتنج الموجود عندي هنا دي احددها، وبعد ما تحددها عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اديها بارامتر، يعني عايز اديها هنا كده اسم ماتيريال، وعايز اديها دايمتر، وعايز اديها لينس. تعالوا نفهم مع بعض. طب انت هتختار ازاي يا باشمهندس؟ احنا اتفقنا بعمل سيرش من هنا او كليك يمين واكتب اللي انا عايزه. اول حاجه بقول له ايه؟ كاتيجوريز، كاتيجوري. ابدا اول حاجه احدد ايه الكاتيجوري اللي انا عايزه. إيه انت عايز ايه من الليله من الملف الموجود عندك الكبير ده كله؟ اقول له انا عايز البايب فيتنج. هنزل اول حاجه ما انساش اختار من هنا يكون مانيوال عشان ما يعملش ران للسكريبت. انا وقت ما انا عاوز اعمل ران هعمل ران، اضغط حرف البي، هنزل لحد ما اختار اد البايب فيتنج. يبقى انا كده ايه؟ حددت له اول حاجه انا الكلام على ايه اهو بايب فيتنج. طيب بعد ما حددت له انا عايز اعمل سيلكشن على الكلام ده، فباجي من هنا بقول له اول كاتيجوري. ممكن بس ايه ما تلاقي ما بيظهرش معاك، فممكن ايه تروح جاي ما تسيبش سبيس او الاليمنت، نسيب سبيس او الاليمنت اهو بالشكل قدامنا ده اول اليمنت، بس مش باي تايب بقى، انا عايز اول اليمنت باي كاتيجوري اهو، او اوف كاتيجوري بالشكل ده اهو. يبقى انا اروح جاي واخد من هنا الراجل بتاعنا ده. تعالوا على سبيل المثال نعمل راين كده، هنبص من هنا عشان نفهم الموضوع اهو. الراجل ده عمل لي ايه من هنا؟ عمل لي جاب لي كل الكاتيجوري الموجود عندي اهو كده، كل البايب ايه الموجود عنده. طيب بعد ما عملت البايب ده انا عايزه دلوقتي يعمل ايه؟ يجيب لي البارامتر، حاجه اسمها جيت بارامتر. تعالوا كده هنفهم الموضوع دلوقتي مع بعض. دلوقتي هقول له ايه؟ element دوت جيت. خد بالك وانت بتكتب عشان دي اهم حاجه عندنا. element دوت، هقول له بقى جيت بارامتر بالشكل ده اهو. فانا بعمل هنا حاجه اسمها ايه؟ جيت بارامتر، جيت بارامتر باي نيم اهو، جيت بارامتر فاليو باي نيم بالشكل ده. هنفهم مع بعض ايه اللي انا اقصد اعمله دلوقتي. فهعمل ايه يا باشمهندسين؟ انا جبت من هنا الاليمنت اللي هو عايزها. طب ايه هي البارامتر فاليو بقى؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل ايه بالبارامتر فاليو؟ تعالوا نبص هنا، عندي حاجه هنا اسمها السيستم من هنا كده، او في عندي حاجه برضو اسمها السيستم نيم. لو انا جيت على حرف الاس هنا، لو جيت قلت له السيستم نيم، تعالوا نشوف كده ايه الراجل ده اهو اداني بقى اسم السيستم الموجود عندي اهو. تشيلد ووتر نفس الكلام اهو، اد تشيلد ووتر سبلاي ريتيرن ايا كان، فده اسمه السيستم نيم. فانا عايزه يختار لي السيستم نيم الموجود عندي هنا ده كده. فهاجي من هنا اعمل حاجه اسمها كود بلوك، رايت كليك في اي مكان فاضي. ده بص ده السحر بتاعنا، اي حاجه عايز تعملها بتختار هنا. عايز تخليك، عايزه يخليك دكتور بتختار من هنا ماشي. فانا بختار دبل كوتيشن عشان اكتب بقى، ولازم اكتب الكلمه مظبوط اهو، سيستم نيم. يبقى انا عايز اعمل دلوقتي، عايز اجيب واقفل بقى خلاص ده بسيمي كوما بالشكل ده اهو، واختار من هنا. ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده لو عملت ران هيبدا يبص كده، هيجيب لي من هنا كده اهو، ادي الجزء اللي انا عايزه اهو، كل السيستم نيم اللي عندي. يبقى انا حددت كل الفيتنج، حددت من هنا ادي هنا كل السيستم اللي عندي اهو، ريفريجرنت وكل حاجه موجوده عندي بالشكل اللي قدامنا ده. يبقى الراجل كده جاب لي كل ايه؟ كل السيستم كده، جاب الاليمنت كلها. طيب بعد ما تجيب الاليمنت عايز اعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه اسمها سترينج كونسترين. سترينج عشان اكتب اي حاجه خاصه بالكتابه. فانا بقول له ايه؟ حاجه ايه؟ سترينج كونتين بالشكل ده اهو. طيب بعمل ايه بقى؟ باجي من هنا بجيب السترينج اللي هو الاسم ده اللي هو شيلد ووتر او كان الحاجه اللي انا عايزها. طيب عايز يعمل لك سيرش عليه من جواها، وليكن انا هاخدهم بالترتيب واحده واحده. وليكن هنبدا اول حاجه بالشيلد مثلا.
انا عايز اعمل اول حاجه على الشيل. طبعا هناخدهم بالترتيب كلهم ونشتغل عليهم. فالراجل من هنا هيعمل سيرش على السترنج الكتابه. سترنج دي يعني كتابه اللي هي اسمها شيلد ووتر. يبقى الراجل كده هيجيب لي فقط اهو. لو جينا نبص على الشيلد اهو. الشيلد موجود عندنا على سبيل المثال اهو لحد هنا لحد 44. تعالوا بص كده لحد 44 هيديني ترو اهو. ده مش ده فولس اهو، ده ترو. اي حاجه شيلد هو بياخد لها ترو اهو. حلو. يبقى كده الراجل عمل ايه دلوقتي؟ الراجل كده دلوقتي جاب لي الكلام او جاب لي الحاجات اللي انا محتاجها بالنسبه للجزئيه دي. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز افلتر بقى. فانا باجي من هنا بقول له حاجه اسمها ليست فلتر بالشكل ده. من ده كده فين الليسته؟ هي الليسته دي اهو. طيب انت عايز ايه الكونديشن او ايه الماسك الموجود عندك؟ طب معلش خلينا نجيب هنا حاجه تانية. هقول له من هنا كده فلتر باي بوم اهو. باي بول ماسك بالشكل ده. هنفهم عشان كلمه بول اللي انا قصدي عليها هنا دي كده. فالراجل دلوقتي عايز يعرف دلوقتي هيفلتر ايه. هقول له هات لي كل الاليمنت اللي انا اخترتها من هنا كده. هات لي كل الاليمنت دي الليسته الموجوده عندك. بس انا عايز ايه من ضمن الليسته دي؟ عايز فقط الحاجات اللي انا مديها كونديشن اللي هي اسمها شيلد الخاصه بالشيلد بس اهو بالشكل ده. لو انا عملت رن هلاحظ كده الراجل ايه هيبدا فقط يجيب لي الاجزاء فقط اللي هو الايه الحاجات فقط الخاصه بمين بالجزء. هيفلتر بس الجزء مين الخاص بالشيلد ووتر. طيب انا عايز اعمل ايه بعد الشيلد ووتر؟ عايز احط بقى البارامتر. يعني انا عايز اديله بقى البارامتر هنا. اديله بقى الاسم او البارامتر اللي انا عايز اكتبه هنا اللي هو تحت ماتيريال. مش انا عامل بارامتر اسمه ماتيريال عايز املاه بقى. فانا كنت بجيب الاول كنت بختار بقول له جيت البارامتر. يعني ايه؟ هات لي الحاجه اللي كانت اسمها شيل. المره دي بقى هحط حاجه اسمها سيت بارامتر بقى. يا رب يكون الموضوع مفهوم. اقول له سيت هنا كده او ابحث هنا كده عشان الشكل بتاعها. سيت دوت بارامتر او ممكن اكتب بقى element اقول له دوت سيت بارامتر. خد بالك انت مش هتلاقيها. شايف هنا سيت بارامتر باي نيم بالشكل ده اهو. سيت بارامتر باي نيم بالشكل ده اهو. اهو بالشكل اللي عندنا ده. طيب ايه هي البارامتر دي؟ اولا هي الاليمنت الموجوده عندنا اللي هو مين؟ كل الاليمنت اللي هي الايه الباي فيتنج. هي دول اللي انا عايز احط لهم البارامتر. طب اسم البارامتر ده ايه؟ هقول له اسم البارامتر انت عايز تملاه ده ايه. اروح جاي اعمل دبل كليك كده كوتيشن. هكتب اسمه ماتيريال. بس خد بالك انا كاتبها كلها كابيتال. يبقى لازم اكتب نفس ايه اسم البارامتر واسم الكولن بالشكل ده اهو. يبقى ده البارامتر اللي هو اسمه ماتيريال اهو. طب البارامتر ده انت عايز تملاه ايه؟ ايه الفاليو اللي انت عايز تملاها؟ اروح جاي حاطط بقى اسم الماتيريال اللي انا عايزها. وليكن احنا عندنا الشيلد ووتر ده بيكون ستيل. اقفل الكابس لوك. ستيل كربون بالشكل ده. ستيل كربون بالشكل ده. سيمي كولن بالشكل ده اهو. يبقى كده الراجل ده عمل ايه دلوقتي؟ لو انا عملت رن تعالوا نشوف. لو انا عملت رن الراجل ده اولا اهو عمل ايه بقى؟ راح خد البايبنج فيتنج وبعد كده اختار البارامتر اللي اسمه ماتيريال وملهولي بالقيمه اللي اسمها ستيل كربون اهو. شايفين؟ هو بس اللي حط على الشيلد لان انا اخترت فقط مين الجزء الخاص بالشيلد. طب نفترض يا باشمهندس انا عايز احط الهيدروليك والكلام ده كله ولا يهمك خالص. تعال الراجل ده تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه بمنتهى السهوله. كل اللي عليه اعمله هاجي من اول الجزئيه دي تاني. هاخد كل دول كده من هنا كده احددهم كنترول عشان اعمل كوبي منهم اهو بالشكل ده اهو. هو نفس الكلام. انا الاليمنت اهو الراجل ده اهو. شايفين؟ تعالوا كده ننزل. اولا الراجل ده سترينج كونتين ايه بقى؟ كل اللي هغير كلمه شيلد دي وليكن هيدروليك بالشكل ده. هيدرونيك بالشكل ده اهي. هيدرونيك بالشكل ده اهو. اي حاجه خاصه بالهيدرونيك. طيب ايه الحاجه الخاصه بالهيدرونيك دي؟ انت عايز تحط لها في البارامتر اللي اسمه ماتيريال اهو هنا ده. عايز تحط لها ايه؟ يبقى دول كبر ايه. دول اسمهم ايه؟ كبر ايه بالشكل ده. فانا هاجي من هنا كده هقول له ده الماتيريال بتاعك اسمه كبر ايه بالشكل ده. كل اللي عليه اعمله ران للسكريبت. تعالوا نشوف اللي هيحصل. ادي الراجل حط لي كلمه اسمها ايه كبر. معلش بالاو انا ايه اللي انا كاتبه ده معلش انا اسف. بالشكل ده اعمل رن مفيش اي مشكله خالص. خلاص هعدلها لك. شايفين الجمال بمنتهى السهوله. طيب نفس الكلام انا عايز احط للريفريجرنت اي حاجه بقى للريفريجرنت. خد دول كلهم تاني همت
الموضوع بقى اشيل خلاص بقى من هنا الكلام ده كله، شيل من هنا البن اللي انا عامله ده، خد ده كده كنترول اهو، كل اللي عليك هتيجي على الراجل ده اهو، امشي بس بالسكرول عشان اشوف نفس الايه الكتابه. ادي ريفريجرنت، ادي ريفريجرنت. طيب الريفريجرنت عندنا ده يا باشمهندسين اهو اللي تحت اهو، الماتيريال بتاعته كبر ايه برضو، يبقى انا هاجي هنا خلاص مفيش اي مشكله، اقول رن اهو، الراجل حط لي الكبر ايه. نفس الكلام بقى ممكن اعمل من الجدول ده من هنا كده دوبليكيت، اختار الجزء الثاني اللي هو الخاص وليكن بسبيل المثال بالفاير فايتنج، فاير فايتنج هديله كده الترقيم 1310 1310، واسميه من هنا كده فاير فايتنج سكادول. كل اللي عليه هاجي من هنا من الفلتر، كل اللي عليه هقول له السيستم ايكوال تو فاير فايتنج اهوت بالشكل ده، خلاص ادي السيستم الخاص بالفاير فايتنج. هبدا اخد من دول من هنا كده كوبي تحت هنا اهم، من هنا نفس الكلام بقى يعني ايه عشان ما نقعدش نكرر كتير اهو، اهو بالشكل ده. هاجي من هنا على السيستم اسمه فاير، خلينا نكتب كلمة فاير بس، فاير. الماتيريال اللي عندنا طبعا احنا عارفين الماتيريال بتاع الايه بتاع الفاير بروتكشن كلها عبارة عن كربون سكادول 40، فانا هكتب من هنا كربون سكادول 40 بالشكل ده. شوف هي مكتوبة كده نفس الكلام، خليها سمول سي اتش، خليها سمول بالشكل ده يا باشمهندسين، واعمل رن كده. كل الخاص بالفاير فايتنج اهو هياخد ماتيريال اللي هو الموجود عندنا بالشكل ده. في هنا مثلا تعالوا نشوف السيستم نيم هنا المفروض اسمه ايه. السيستم نيم هنا اسمه ديزل، فانا لازم اختار كلمة ديزل برضو واعمل منها برضو نفس الكلام للفاير فايتنج، يعني نفس الاسلوب بقى يا باشمهندسين. اقدر ايه اعمل تكرار عشان ما نقعدش نضيع وقت كتير في الموضوع ده. طيب الجزئيه الثانيه اللي عندنا احنا خلاص خلصنا اول حاجه عندنا، فاضل الجزء بتاع الدايمتر. لو انا ضفت من هنا كده فيلد جديده خلاص دي كده نلغيها، اسمها سايز. تعالوا نشوف الراجل جايب لي ايه في السايز بتاعنا. الراجل كده جايب لي في السايز بيقول لك ان ده على سبيل المثال ده 150 القطر بتاعه 150، هنا ده مثلا عشان الريديوسر مثلا 150 على 100 والكلام ده كله. ممكن انا اعمل ايه؟ ممكن انا في الحاله دي يا باشمهندسين انا فقط اخليه ياخد الجزء الاولاني، عايزه ياخد فقط الجزء الاولاني وليكن ايه، ياخد ان ده القطر بتاعه 150 مللي او 100 مللي، ياخد فقط الجزء الاولاني اللي عندي هنا ده كده. تعالوا نشوف نقدر نعملها ازاي بالنسبه ايه للدايمتر برضو، وممكن اسيب الخانه بتاع السايز برضو يعني اللي يعجبني برضو. طيب انا هعمل ايه؟ هاجي بس اخد الخانه الاولانيه دول اهم، دول كده اول اربع حاجات كنترول واخدهم كده على جنب هنا كده. عايز تعمل فيهم ايه برضو نفس الكلام، ادي البايب فيتنج الموجود عندي، بس كل اللي عليها هغير ده هنا هسميه السايز. يبقى انا كده ايه دخلت في منطقه البارامتر الخاصه بمين بالسايز. طيب عايز تعمل ايه بقى؟ اولا بالنسبه للسايز لو انا عملت ران بس كده تعالوا نشوف كده الراجل هيقرا لي اهو ادي كل السايز اللي عندي اهم، اللي احنا لسه كنا بنتكلم على اللي هو ايه، لسه كنت موريه لحضراتكم اهمت، الراجل جابهم اهم، ادي ال 150 القطر 150 وادي 100 والكلام ده كله. انا عباره عن ايه بقى؟ ده بالنسبه لنا ده كله كتابه. انا عايز افصل الكلام ده، ففي عندنا حاجه اسمها string سبليت بالشكل ده اهو. عايز افصل السترنج ده عن طريق سيبريتور. ايه هو السيبريتور؟ انا عايز اشيل، شايفين العلامه اللي هي الايه اللي هي ما بينهم الاثنين دي، فانا كل اللي عليها هقول له ايه شيل لي العلامه دي بين دبل كوتيشن عشان يفهم ان ده عباره عن تكست، اللي هو ايه يشيل لي بس العلامه دي من هنا كده اهو. يبقى كده السيبريتور بتاعنا هو مين؟ الشكل اللي قدامنا ده. طيب انا عايزه يقرا بقى، لو انا عملت ران انا عايزه يقرا الكلام ده يحوله لي، يحول لي الكلام ده. شايفين هو الراجل ايه قرا اهو ادي 150 والكلام ده كله. في عندي حاجه اسمها ليست ترانسبوز بالشكل ده. يعني ايه بقى؟ الراجل ده عايز يفهم الخانات دي عباره عن ايه، يفهمها. فانا لو قلت له من هنا كده تعالى كده ايه حول لي الكلام ده، ترانسبوز الكلام ده، او اقرا او ترجم او افهم الكلام اللي عندك ده، فبدا يفهمه لي كده، فهم الارقام اللي موجوده عنده هنا دي. طيب
انا عايز بقى ايه اخد بقى الارقام دي. في عندي حاجه اسمها ايه ليست، حاجه اسمها ايه ليست دوت جيت ات اندكس. يعني انا عايز ايه اجيب بقى الايه الاندكس ده بقى، عايز اخد بقى الارقام اللي عندي هنا دي كده. يبقى عايز اخد ايه، هاخد من هنا الليست اللي عندي هنا دي كده، عايز اخد منها انا اندكس، عايز اخد اول اندكس اللي هو مين، اول واحد عندي في الشكل في الاندكس اللي عندي ده اللي هو مين، وليكن على سبيل المثال اللي هو ايه الليست اللي هو اسمه زيرو هنا ده كده، اللي هو مين اللي هو زيرو بس كده. يبقى كده الراجل ده هياخد من هنا كده الليست الاولانيه اللي هي الزيرو بالشكل ده، خد الزيرو ماشي. طيب بعد كده لو انا عملت ايه رن، تعالوا كده نعمل رن، هنشوف الراجل خد من هنا ايه اهو، خد ادي من هنا كده ايه ادي ال 150 مللي والكلام ده كله، وخد اول جزئيه موجوده عندنا. طيب بعد ما خد الكلام ده كده يا باشمهندسين، انا عايزه يحط لي بعد القطر ده، يحط لي بعده علامه الايه مليمتر، يعني يكتب لي مثلا ان القطر ده 150 مللي. فبعمل ايه، في عندي الداله هنا اللي هي اسمها البلس، عايز اضيف اتنين بارامتر مع بعض، يعني ده واقول له ايه يعني ده كده ده النتيجه اللي هو 150، وضيف لي عليها بين قوسين كده اللي هي كلمه مليمتر دي، مليمتر بالشكل ده، سيمي كولم بالشكل ده اهو. يبقى الراجل ده كده هيحط لي مليمتر ورا الراجل ده. طيب حلو، بعد ما حطيت الكلام ده عايز اعمل ايه بقى، عايز بقى احط بقى البارامتر بقى. يبقى انا عايز ادي البارامتر ده لمين، للخانه اللي اسمها مين، الخانه اللي اسمها الدايمتر عندي هنا دي كده. فانا هاجي من هنا كده هقول له element دوت set parameter اهو، set parameter by name اهو بالشكل اللي قدامنا ده كده. البارامتر دي عايز احطها لمين، اقول له احطها لي للباي فيتنج اهي، ادي الاليمنت انا اسف، ادي كل الاليمنت اهي عندي هنا كده. البارامتر نيم ايه هو النيم اللي انت عايز تحط فيه الكلام ده، هقول له اللي هو اسمه دايمتر، ولازم يكون كله كابيتال زي ما انا كاتب في البارامتر بالظبط. دايمتر لازم الكتابه تكون مظبوطه يا باشمهندسين بالظبط اهو. هو ده كده البارامتر نيم اللي انا عايز احط فيه، وعايز احط فيه مين الفاليو. ايه هي الفاليو بقى، اللي هي دي اللي هو 150 مللي والكلام ده كله اهو. تعالوا كده نقول له رن، تعالوا نشوف اللي هيحصل. الراجل بعد ما يعمل رن تعالوا نشوف هيعمل ايه. من هنا كده الراجل هنا حط لي اهوت ادي 150 مللي، خد اول جزئيه موجوده عندي وحطها لي بالشكل اللي قدامي ده كده. طيب اخر حاجه عندنا بقى يا باشمهندسين اللي هي الاطوال. ازاي احسب بقى الاطوال الموجوده عندنا، على سبيل المثال تعالوا ناخد حاجه بسيطه زي الالبو دي هنا كده، ده كده عشان خاطر ده الفاير فايتنج انا عايز لا اجيب الاتش في بي عشان بس نفهم الموضوع سريعا. هاجي من هنا على فاميلي خاصه بالاتش في بي، نفس الكلام اعمله على كله. هروح على الفاميلي هنا هضيف فيها هنا البارامتر اللي انا لسه كنت عامله من هنا، اللي هو انا لسه ايه اللي انا عامله اصلا اللي هو اسمه ايه الباي فيتنج اللي هو اللي اسمه ايه اللينس، هضيفه هنا كده انستنس ضفته. ده عباره عن ايه، قال لي ده عباره عن السنتر تو اند مضروب في 2. معذره يا باشمهندسين انا اسف. فده عباره عن السنتر، اكتب نفس الكلام بالظبط بنفس الطريقه عشان يقدر يفهمها لي، واضرب في 2 خلاص. كل اللي عليا هسيف الفاميلي دي عشان خاطر ايه البارامتر ده يفضل على طول متسيف. هنا ادي البايب، ادي البايب فيتنج عشان يفضل دايما على طول عندنا يا باشمهندسين الفيتنج دي متظبطه. ده كان خاص بمين الستيل كربون، فانا هاجي على ستيل كربون سيف ريبليس، فده دايما خلاص البارامتر بقى موجود فيه على طول في اي مشروع بعد كده، انت مش محتاج تغير اي حاجه بعد كده خلاص. تعالوا نشوف من هنا ادي اللينس ظهر عندي خلاص، والراجل جاب لي اللينس عندي اهوت بالشكل ده. اطلع بس السايز ده هنا شويه، ده كده ايه ادي اللينس عندي بالشكل اللي قدامنا ده. نفس الكلام هروح على برضو التي، هروح اشوف اي تي هنا في الاتش في بي، اي تي معموله مثلا على سبيل المثال لو في اي تي اخدها وابدا ايه، ما لقيتش مش عارف اوصل لها هتعالى من هنا على طول من هنا كده اقول له هايلايت الموديل اوكي خلاص، هو هيجيبها لك اهي. ادي الشكل التي اهي، ابدا اعمل لها اديت فاميلي. نفس الكلام هات من هنا كده البارامتر اللي اسمه اللينس اهو، تعالى اكتب بقى نفس الكلمه. مفيش غير الكروس اللي بضربه في 2 في 2، يعني السنتر تو اند، لان الكروس بيبقى موجود فيه 2 فيتنج عشان كده ايه
بضرب في 2 وبعد كده اروح جاي اعمل في الاخر ايه قوس. ده في الكروس مش في التي، ماشي. واروح جاي ضارب في 2، ده في حاله مين؟ الكروس. اقول له اوكي. نفس الكلام اسيف بقى الفاميلي دي من هنا كده عشان تبدا موجوده عندي على طول، ومتسيف فيها البارامتر ده بالشكل ده اهو يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه، ادي البارامتر بقى موجود عندي، ادي الاطوال اهوت. اهم حاجه عندي زي ما احنا قلنا ايه، بعمل واحده جديده اللي هو الكوانتيتي عشان خاطر متابعه المشروع. ماشي، قلنا دي عباره عن ايه؟ الكوانتيتي دي عباره عن نمبر، بحط انا اسف، دي عباره عن اللينس، هي نفس اللينس انا اسف اهو بالشكل ده اهو. هي عباره عن اللينس، وبعمل خانه جديده لليونت، وهي عباره عن تكست هنا كده بالمتر بالشكل ده اهو. يبقى انا كده ايه، الراجل ده بس ايه، هروح على الفورمات يونت اخليه بالمتر، اقرب رقمين بالشكل ده او 3 لو انت عايز اهو بالشكل اللي قدامنا ده كده، وبالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه، محتاج بس احسب الاطوال الكليه. فورماتنج، اروح على اللينس اقول له كالكوليت توتال، والكوانتيتي نفس الكلام كالكوليت توتال عشان يجيب لي الاطوال الكليه كام في الاخر عندي، يجمعهم لي. هنا جراند توتال ما انساش، هنا اقول له من هنا توتال اونلي عشان يجيب لي في الاخر ادي تجميعة الاطوال الموجوده عندي. وبنفس الكلام اروح اعمل في الجزء الخاص بالفاير فايتنج نفس الكلام برضو، هضيف من هنا برضو اللينس. خد بالك في حاجات هي اوتوماتيك هتتظبط اهوت لما انت تظبط البارامتر، وهكذا يا باشمهندسين. تقدر تعمل ايه كل اللي حضرتك عايزه بموضوع الفيتنج بمنتهى السهوله.